السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا عمر، الفترة اللي فاتت كان في ترند كده طالع كده، واحد اسمه صلاح التيجاني. فأنا كنت بشوف الصورة والناس بتتريق وبتضحك وبص عيونه حمرا وبيضة، ما خدتش وديت يعني. وبعدين لقيت شوية مكتوب إنه متهم في قضية تحرش، برضه مش مشكلتي دي، الله أعلم مين الصادق ومين الكذاب. بس حبيت أعرف بقى مين الشخص ده اللي ظهر فجأة يعني، فبدأت أبحث كده، فاتكعبلت في فيديوهات دي كده غريبة شوية. يعني أنا بالنسبة لي دي بتقول ده واحد ده مش رجل دين، لا ده رجل، لا ده يعني بي 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 بيلعب على عاطفة الناس وشغل الشعوذة والدجل. شوفوا كده الأول فيديو ده يا جماعة اللي نتكلم فيه. مخلوق، وربنا قال له انك رؤوف رحيم ولا لا؟ وربنا رؤوف رحيم وسماه محمد. مين اللي سماه محمد؟ ربنا. ومحمد ده اسم من اسماء ربنا. يعني ايه محمد؟ يعني تحمده اهل السماء والارض. مين اللي محمد؟ ربنا. ومحمود، مين اللي محمود؟ ربنا. وانه نور الله الذاتي، يبقى غير ايه؟ مخلوق. يعني ايه غير مخلوق؟ يعني انه كله روح لا جسم. احنا فينا جسم وروح، انما النبي عليه الصلاه والسلام كله ايه؟ روح، يعني لا يموت. ايه رأيكم؟ طبعا كعادتنا مع بعض مش هنغلط في حد، بس هنرد من الدين، من القرآن الكريم، من الدستور بتاعنا، كلام ربنا لينا. ربنا قال ايه في كتابه في جزئية سيدنا محمد دي غير مخلوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. دي الجزئية بتاعت إن سيدنا محمد غير مخلوق. طيب وقال برضه في نفس الفيديو لا يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنك لميت وإنهم لميتون. كل هذه آيات كريمة من القرآن الكريم. إحنا بقى نسيب القرآن بتاع ربنا والآيات الكريمة ونصدقك أنت؟ يعني يا جماعة الناس دي تطلع لنا منين؟ ده المشكلة بقى الناس بتقول لك إن هو معروف وليه مريدينه وبقاله كتير وبينتمي للتيار الصوفية. لا، مش ده، مش الصوفية دي. أنا أعرف ناس صوفيين على فكرة، بس مش كده، هم مش كده. بصوا بقى الفيديو التاني ده بقى إيه يعني، نقدر نقول عليه نكتة. اسمعوا كده. لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، ويعتبر ان نظره للشيخ اكتر من الاكل والشرب. يعني لو كان جعان وعطشان وراح بص للشيخ بتاعه وكل العطش ده ما راحش، يعني انت لما تشوف الشيخ، لو انت جعان وشفت الشيخ وما شبعتش فانت منافق وغير صادق في ايمانك. ولو عطشان وشفته وما حسيتش ان انت ارتويت فانت منافق في ايمانك. ايه يا عم مالك يا عم، في ايه؟ في ايمان مين ده يا جماعه؟ مين الراجل ده؟ يعني عايز افهم بس مين ده؟ هي الناس دي اللي الرسول عليه في اخر الزمان بقى يطلعوا علينا يعني مش فاهم بقى يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف، بس بصراحه حاجه تخض. مين ده؟ هي مش ناقصاك يا عم والنبي سيبنا في حالنا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. والله يا جماعه ما لاقي حاجه اقولها، والله ما لاقي حاجه اقولها. الناس دي بتيجي منين انا مش عارف. المشكله بقى بيقول لك ان هو معروف وليه مريدين واهل الفن معظمهم مريدينه. دي بقى لوحدها كمان تحطها تحتها 30 خط. طيب يا عم اللي بيرجو العباد ربنا، واللي بيشبع العباد ربنا، واللي بيجوع العباد ربنا، واللي بيشفي العباد ربنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما عنديش حاجه تانية اقولها يا جماعه والله. بس انا ايه، ما حبيتش في الاول اغوط مع الناس في حته الترند اللي كانوا ماشيين فيه. اصل هو اتحرش بواحده وعملت له محضر وهو راح كذبها وهي راحت. لا، ما حبيتش اخش في القصه دي لان لا يعلم الحقيقه فين ربنا. يعني برضه انا ما اقدرش اجزم بشيء برضه مين صادق ومين كذاب، لان انا دايما بحب الحاجه بدليلها. فيعني حتى لو قالت تبينه فعلا ادعى. بس دي جزئيه بقى، وانا حبيت اعرف مين الشخص ده. لقيت الكارثه دي. يعني انا اتكعبلت فيه كده بالصدفه، يعني مش مثلا انا داخل له مخصوص. ده انا بشوف مين الشخص اللي الدنيا قايمه عليه دوت. لقيت البلوه اللي احنا فيها دي. مش عارف اقول ايه بصراحه. ربنا يهدي يا رب، ربنا يهدي يا رب. رب خرجنا على خير يا رب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اشوفكم على خير يا جماعه في حلقه جديده ان شاء الله مع بابا عمر. السلام عليكم.